السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد. مارفل زمان أيا كان المستوى الفني للعمل اللي هي بتقدمه كانت في الآخر قادرة إن هي تقدم شيء ممتع. هي قدمت أعمال كتيرة مستواها ما كانش أفضل حاجة، ولكن في الأول في الآخر كنت بتخلص الفيلم وأنت عادي مش متضايق، وده شيء مارفل بقت بتفتقده في الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة جدا. وتدور أحداث الفيلم عن سام ويلسون وأول عدو بيقابله بعد ما بيبقى كابتن أمريكا الجديد. مشكلة الفيلم الأساسية هو إن أصلا الفيلم ما عندوش يعني أرض صلبة واقف عليها، مفيش أساس بيرتكز عليه. الفيلم بيعتمد في التقديم والسرد بتاع قصته على عامل الإيحاء. يعني مثلا معانا شخصية زي شخصية أيزيا اللي هو جندي خارق اتسجن ظلم، في خلال فترة سجنه دي اتعمل عليه تجارب وتعذب و كل ده كلام هو بيتحكي لنا، مفيش اي مشاهد فلاش باك احنا بنرجع لها، مفيش اي حاجه عن ماضي الراجل ده، فهو بيحاول ان هو يحكي لك علشان يوهمك ان انت متعاطف معاه، في حين اللي هو انا هتعاطف معاه ليه؟ ما يعني انا ما شفتش اي حاجه من اللي حصلت له، انا ما اعرفش مين ده اساسا. فالفيلم عايزك تتعاطف معاه كده عمياني بالايحاء بس. والألعن بقى من ده هو التعامل مع جانب الشر اللي موجود معانا في القصة. الشرير الرئيسي اللي موجود معانا في القصة هنا هو سامويل ستيرنز اللي شفناه قبل كده في فيلم ذا انكريدبل هالك. المفروض ان كان في حادثة معينة حصلت، ففي دم من هالك وقع في دماغه في مكان جرح، عمل له حاجة يعني عاهة، ولكن العاهة دي خلته ان هو ذكي جدا ومقدار الذكاء بتاعه خارق للطبيعة. ده كلام برضو بيتقال لنا في احداث القصة من غير ما بنشوف اي فعل ذكي هو بيعمله او اي حاجة خارقة الذكاء هو بينفذها. اي حاجة هو عملها في الفيلم اي انسان طبيعي كان ممكن يعملها. اي شرير لو جبت اي شرير قاعد بيعملش اي حاجة هيجي يعمل نفس الافعال اللي هو بيعملها، فمفيش حاجة ذكية ولا حاجة خارقة الذكاء هو عملها، لا هو اللي عمله كله كان عادي. ولكن الفيلم برضو عايز يدينا ايحاء ان الراجل ده ذكي جدا ومفيش منه اتنين، في حين ان كل تصرفاته تصرفات عادية خالص. كمان الشرير دايما في اي عمل بيبقى عنده خطة كبيرة بيسعى عليها، عنده هدف كبير عايز يوصل له، عايز يسيطر على حاجة، عايز يسيطر على العالم، ايا كان هدفه، بس دايما بيبقى فيه خطة كبيرة هو بينفذها وعايز يوصل لها. انما هنا هو مش عايز اي حاجة، وعايز بس يكشف روس على حقيقته ويبينه ان هو شرير زيه ويبينه ان هو راجل استغلالي. انما خطة كبيرة هو ماشي بيها او هدف معين تاني او سيطرة او اي حاجة من الحاجات دي، لا لا خالص، هو قنوع قوي ومش عايز اي حاجة غير ان هو يكشف التاني ويبينه ان هو شرير بس. والمشكلة بقى ان يعني وانا بتفرج على الفيلم غصب عني كده دماغي عملت لوحدها مقارنة بين الفيلم وبين فيلم ذا دارك نايت في حتة الشرير دي. يعني في ذا دارك نايت شفنا جوكر وازاي حاول ان هو يحول هارفي دانت من بطل قومي يحوله لشرير زيه زي جوكر بالظبط. فتشوف طريقة سرد القصة، طريقة التلاعب اللي الجوكر عملها والخطة الكبيرة اللي هو نفذها عشان يوصل الراجل ده من ان هو بطل يخليه يفقد عقله تماما ويبقى ذو الوجهين. تيجي تشوف بقى العفن اللي حصل في الفيلم هنا، وان ازاي الشرير بتاعنا بيحاول يتلاعب بروس عشان يطلع منه النسخة السيئة. حاجة صعبة. هو انا مش عارف ليه دماغي عملت كده وانا بتفرج، ليه دماغي تسرح بخيالها وتروح لمقارنات بين حاجات عمرها ما هتبقى زي بعضها. ولكن للاسف انا دماغي سرحت مني والله وعملت المقارنة دي غصب عني دون اي دراية مني، او أنا ما كنتش قعدتش ادور يعني، لا هي بس ايه، الاتنين جم قصاد بعض قدامي كده، ان ازاي الجوكر بنى خطة وعمل شغل عشان يحول الراجل ده شرير، وبين الحاجات اللي الشرير بتاعنا قاعد بيعملها علشان يطلع النسخة السيئة من روس ويكشفوا على حقيقته. طبعا في شخصية موجودة معانا في الفيلم هنا يعني هو انا كنتش حابب اتكلم عنها اساسا الصراحة، ولكن الشخصية دي يعني لو جينا شلناها من النص كده هنكتشف انها وجودها زي عدمه، مفيش اي فايدة من وجودها ولا اي حاجة هي بتضيفها للاحداث، ولكنها شخصية دخيلة ومدعية البطولة ومحاربة الشر زيها زي البلد اللي هي جاية منها بالظبط. طيب احنا لو جينا نبص للغرض الاساسي من الفيلم هنلاقيه ان هو بيقدم لنا كابتن امريكا الجديد، الشخصية القائدة اللي هتكون موجودة معانا في المراحل الجاية. فالسؤال هنا، هل سام ويلسون هو الشخص المناسب لان هو يقود المرحلة دي؟ الحقيقة هو لو كل الافلام هتبقى بمستوى الفيلم ده هو مناسب عادي، مفيش اي مشكلة، هو هيبقى مناسب لو اي حد تاني هيبقى مناسب عادي. ولكن لو احنا بقى بنجهز لعالم جديد واشرار ياما والدنيا هتبقى قوية وشديدة، فاعتقد لا ان هو مش هيكون مناسب للفترة دي، وهنحتاج شخصية تكون
اقوى من كده شويه وذو كاريزما افضل من اللي موجوده عند سام ويلسون. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. الميزانيه المصروفه في الفيلم هنا هي ميزانيه ضخمه والصوره البصريه حلوه، ولكن ده ما يمنعش ان كان في بعض الاخطاء. في اصلا مشاهد اتسربت فيها سي جي اي مش مظبوط، ده يعني ايه اللي هو الناس كان معاهم الفلوس ان هم يصرفوها يعملوا حاجه عادله، ولكن تقريبا جلت منهم. يعني اعتقد ان ده خطأ بشري موجود. وحتى كمان مشاهد الاكشن برضو حلوة وقوية مصممة بشكل كويس، ولكن برضو هتلاقي فيها بعض الاخطاء. يعني انا فاكر في مشهد اكشن في النص كده حرفيا هو ايه، كابتن امريكا في 4 حواليه، فهو بيضرب واحد والتاني معدي من جنبه كده. يعني هو معدي ما تفهمش، افتكر مثلا حاجة السلاح بتاعه، نسى السلاح في البيت فراح يجيبه جاي، ما في حاجة غلط. فالفيلم الميزانية بتاعته ضخمة وحلوة والصورة البصرية نظيفة، ولكن العامل الإخراجي البشري يعني هو اللي عمل بعض المشاكل اللي موجودة دي. وأما بالنسبة للأداء التمثيلي، فالأداء التمثيلي الحقيقة هو كان سيء. يعني مستوى الفيلم كله أصلا مش حلو، يعني على المستوى الكتابي الفيلم ضعيف، فبالتالي الأداء التمثيلي اللي موجود مش أفضل حاجة، والممثلين عموما ما عرفوش إن هم يعملوا أداء تمثيلي كويس، وأي حد خد حد تمثيلي إن هو يبينه يعني ما عملوش بطريقة كويسة. تقييم للفيلم هو 5/10. الفيلم ده بيوحلنا بان احنا خلاص في المرحلة النهائية بتاعة عصر الابطال الخارقين. يعني خلاص اللي هو مستقبلا احنا مش هنبقى مهتمين لا بمارفل ولا بدي سي ولا باي حاجة من الافلام ديت، وايه الحقبة الزمنية بتاعتها راحت خلاص وانتهت. وهم بيساعدونا على كده بصراحة بالمستوى يعني الفني السيء للأعمال اللي هم قاعدين يعملوها. فاحنا وصلنا لمرحلة مع مارفل ان هي بتدينا فيلم حلو كل 2-3، بيبقى فيلم حلو، والفيلم الحلو ده يعني ما بيبقاش خاص بالعالم السينمائي بتاعهم، او ما بيبقاش بيبني لقدام. يعني انت مثلا عندك فيلم زي ديدبول وولفرين، هو فيلم حلو، ولكن لو جينا نبص له فهو اكتر فيلم مكتفي بذاته ملوش علاقة بالعالم السينمائي بتاعه. فيلم زي فيلم كابتن امريكا اكيد هو ليه علاقة بالعالم السينمائي وهترتب عليه حاجات قدام، فتلاقي ان هو فيلم وحش. فمارفل العالم بتاعها كبناء بدأ ان هو يبوظ منها، فلازم انها تحاول بكل جهدها ان هي تصلحه لو عايز تستمر على النجاح اللي كانت موجوده عليه. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.